أبدى مدرب منتخب الإسباني لويس إنريكي مساء اليوم الثلاثاء أسفه بعد الإقصاء لاروخا من دور 16 من منافسات كأس العالم 2022 على يد المنتخب المغربي. وفي تصريحه للصحفيين عقب نهاية المباراة قال إنريكي: سيطرنا تماما على المباراة، من المخجل أن الأمور صارت بهذا الشكل، ولكن في نفسه يقول: يا ليتني أحضرت راموس. وأضاف إنريكي: اللعب أمام فريق منظم مثل المغرب يبذل لاعبه جهدا كبيرا هو أصعب شيء. دافعنا ثمن في ركلة ترجيح، لكنني فخور للغاية بالفريق وبكل اللاعبين. أشعر بالأسف حول النتيجة، لكنني أهنئ المغرب. وعن ركلات ترجيح أوضح لويس إنريكي: أتحمل المسؤولية لأنني أنا من اخترت 3 لاعبين ينفذون ضربات الجزاء. بونو حارس رائع في ركلات ترجيح، واليوم كان رائعا. وفاز المغرب بنتيجة 3-1 على إسبانيا بركلات ترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا بدون أهداف. إسبانيا تتأهل إلى مطار حمد الدولي. إلى اللقاء.